استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله في مقر إقامته بالدار البيضاء أخاه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني الذي قدم للسلام عليه أيده الله. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، وعدد من المسؤولين. وكان صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني قد وصل إلى مدينة الدار البيضاء في وقت سابق من مساء أمس، وكان في استقبال سموه في مطار الدار البيضاء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي المقدم طيار تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبد الله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ إبراهيم الطاسان، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور عبد الرحمن السعيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور محمد البشر. وقد وصل في معية سموه صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن عبد العزيز. تحية لكم من الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله من الدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة، وإلى اللقاء مع رسائل قادمة.